العرش المجيد أشرف والي جهة وادي الذهب القويرة رفقة المنتخبين وشخصية مدنية وعسكرية وممثل المجتمع المدني أشرفوا على إعطاء الانطلاق لعملية رمضان 2012، كما قاموا بزيارة لعدة مشاريع وأوراش تنموية. محمد تروزي ومحمد يداس حضر الأنشطة هذا اليوم بمدينة الداخلة وعاد بالريبورتاج التالي. اتجه مسؤولو الجهة للإشراف على عملية توزيع مساعدات غذائية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك لفائدة الأسر المعوزة تحت اسم عملية رمضان 1433 هجرية. هذه العملية والتي ستشمل إقليمي وادي الذهب وأوسرد سيتم خلالها توزيع أكثر من 10,000 طرد على مستوى الجهة. على مستوى إقليم وادي سيتم توزيع ما يناهز 5400 طرد، وعلى مستوى إقليم أوسرد سيتم توزيع 4800 طرد. بطبيعة الحال العملية مقسمة بين العالم الحضري والعالم القروي. جل ما نتمنى هو أن تمر العملية على غرار السنوات الفارطة في جو من الإحسان والتضامن، وتوصل الناس للمستفيدين أو توصل الغاية اللي مراد منها. كنشكروا جلالة الملك بهذه المبادرة، عاون هاد الضعفاء وعاوننا كاملين في هذا الشهر الفضيل عند الله. كنطلبوا من الله يطول عمره ويخلينا هو والأسرة ديالو، وشحال من واحد محتاج ليها في هذا الشهر الغفران. كنطلبوا الله يعاونوا ويعينوا، وكنحييهم هاد اللي قايمين بهذا الواجب كاملين في اقليم الجنوب. من طعام مؤمنا ضعيفا طعامه الله يوم القيامة، وهذا الحمد لله أجر عظيم، وهذا الحمد لله هو التقويم لهذا الشهر المعظم. ونطلب من مليكنا يعيننا ويعينه على هذا البذيرة الخير وهذا الأجر وهذا الإحسان، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين.